السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الثاني السنة، معايا النهاردة إن شاء الله النموذج الأول في الرياضيات البحتة، سواء علمي أو أدبي، وأنا بحل هعرفكم لو هو موجود في أدبي ولا لأ. طبعا أول سؤال معايا هنبتدي على طول عشان ما أطولش عليكم. أول سؤال معايا اللي هو اختر الإجابة الصحيحة. طبعا الأسئلة كلها اختر، وبيجي لإما سؤال أو سؤالين مقالي. قولي كم عددا يمكن تكوينه من ثلاثة أرقام مختلفة من مجموعة الأرقام 1 و3 و6 و4. أنا عندي دلوقتي 4 أرقام، عايزة أكون 3 أرقام مختلفة، عاوزة أكون عدد من 3 أرقام مختلفة. تمام. طيب أنا عندي العدد ده بيبقى أحاد وعشرات ومئات. أنا ممكن أقول لكم الحل على طول، بس برضو هقول لكم الطريقة علشان لو انتوا محتاجين تعرفوا أو حد محضرش الكلام ده. عندي هنا 4 أرقام. أنا هو قال لي 3 أرقام مختلفة. أول ما أعرف إن هي، أول ما يقول لي 3 أرقام مختلفة، أعرف إن هو بيتكلم على تباديل. أعرف إن هو بيتكلم على إيه؟ تباديل. أنا عندي كام رقم دلوقتي؟ أنا عندي 4 أرقام. هو عايز الرقم مكون من كام؟ أنا عندي 4 أرقام إن أنا أختار ما بينهم. هو عايز الرقم مكون من 3 أرقام، يبقى هي تباديل 4 3. يبقى هي تباديل 4 إيه؟ 3. تباديل 4 3 دي عبارة عن 4 في 3 في 2. تمام. بنزل من ال4 حاصل ضرب 3 أرقام من أول ال4 وأنا نازلة، كل مرة بنقص 1. 4 في 3 ب12، 12 في 2 ب4 و20. أو لو أنا هعملها بالطريقة دي، أنا عندي 3 أرقام أحاد وعشرات ومئات. لو أنا اخترت في مثلا في المئات ده 4 أرقام، يعني أنا لو خدت أي رقم من دول في المئات، يبقى أنا كده عندي في المئات 4 أرقام. وانا هستبعد واحد منهم، وليكن انا اخترت الواحد مثلا يعني في المئات، فهستبعد الواحد. هيتبقى لي كام رقم في العشرات متاح ان انا اخده في العشرات؟ 3 أرقام متاحين. هستبعد، انا كده خدت رقمين، المئات والعشرات. هستبعد واحد كمان، هيتبقى لي كام رقم في الآحاد؟ 2. فبرضه هي نفس الطريقة، 4 في 3 في 2. بعد كده بيقول لي معادلة المماس للمنحنى ص بيساوي 1/س تربيع عند النقطة الواقعة عليه على المنحنى، والتي إحداثيها السيني -1. أولا يا جماعة، عشان أكون معادلة لازم يكون عندي حاجتين. إيه هما؟ قال لي لازم يكون عندي الميل وعندي نقطة. عشان أكون معادلة لازم يكون عندي الميل بتاع المنحنى ده، وعندي نقطة بتمر بالمنحنى ده أو بيمر بيها المنحنى. تمام. هو قال لي دلوقتي أنا عايز النقطة، معادلة المماس عند النقطة اللي هي الإحداث السيني بتاعها -1. فأنا ممكن أعوض عن السين بسالب 1 في المنحنى اللي هو مديهولي. مش هو مديني إن الصاد ب1/س تربيع؟ هعوض عن السين بسالب 1 علشان أجيب نقطة. يبقى أنا لما أجي أعوض عن السين بسالب 1 هيبقى 1/-1 أس 2، اللي هو 1 على 1 هيديني كام؟ هيديني 1. يبقى أنا كده عندي النقطة السين بسالب 1 والصاد بكام؟ ب1. تمام. أنا كده كونت نقطة. ناقص إيه؟ ناقص الميل، لأن أنا بقول علشان أكون معادلة لازم يبقى عندي الميل ولازم يبقى عندي نقطة. ناقص الميل. الميل هو بيساوي المشتقة الأولى للمنحنى عند النقطة دي. الميل هيساوي المشتقة الأولى، يعني أنا هجيب المشتقة الأولى وأعوض عن السين بسالب 1، يبقى أنا كده جبت إيه؟ الميل. انا عندي الصاد بتساوي 1/س تربيع، فعشان اشتق هطلع السين تربيع بعكس الاس، بعكس الاشاره، فهتبقى الصاد بتساوي س أس -2. هاجي اشتق د صاد د س، او صاد شرطه او د س شرطه. د صاد د س عباره عن هنزل الاس وانقص منه 1. هنزل الاس وانقص منه ايه؟ 1. يبقى انا انزل الاس -2 ونقص منه 1، يبقى -3. هعوض عن السين بسالب 1، يبقى هي -2 في -1 أس -3، اللي هي 1/-1. تمام. هيديني برضو -1. يبقى الميل دلوقتي بكام؟ ب2. يبقى أنا كده جبت الميل ب2 لما السين تكون بسالب 1. يبقى أنا كده جبت نقطة وجبت الميل. أدا الميل وأدا النقطة. تمام. المعادلة بقى بتاعت المنحنى بيقول لي إيه؟ ص ناقص ص1 على س ناقص س1 بيساوي الميل. تمام. هو او احيانا بيكتبها لكم حاصل ضرب طرفين في وسطين، هياها في الاخر كده كده هنظبط المعادله. ص ناقص ص1 اللي هي النقطه اللي بيمر بيها المستقيم، اللي هي انا عندي النقطه -1 و1، فالصاد هنا ب1، على س ناقص س1. س ناقص س1 يبقى س ناقص -1، فالسالب في سالب هيديني ايه؟ موجب. هيساوي الميل اللي هو بكام؟ ب2. لو ضربت طرفين في وسطين هيديني ان انا عندي ص ناقص 1 هيساوي 2 مضروبة في س زائد 1، وهوزع الاتنين يبقى 2 س زائد 1.
طبعا هودي السالب واحد بعكس الإشارة، يبقى الصاد هتساوي 2 س زائد 3، يبقى هو الاختيار رقم باء معايا. تمام. بعد كده بيقول لي جا ألف زائد باي على 4 هتساوي أنهي واحدة فيهم؟ أنا عندي دلوقتي جمع زاويتين ألف وباء، كأنها جا ألف زائد باء، كأنها جا ألف زائد باء. كنت بقوله إن جا قانون الجا جا جتا جتا جا، جا جتا جتا جا، يبقى هي جا ألف جتا باء. طب الباء هنا بكام؟ بباي على 4، يبقى هي جا ألف جتا باي على 4 مع نفس الإشارة، مش بغيرها، بغيرها في الجتا مش بغيرها في الجا. تمام، ده جا فالإشارة زي ما هي. جتا ألف، أنا بقول جا جتا جتا جا، يبقى جتا ألف جا باي على 4. جتا باي على 4 بجذر 2 على 2، وبرضو جا باي على 4 بجذر 2 على 2. فلو أخدت الجذر 2 على 2 عامل مشترك هنا، هيتبقى لي إن هي جا ألف زائد جتا ألف، اللي هو الاختيار رقم د. يبقى هي جذر 2 على 2 في جا ألف زائد جتا إيه ألف. بعد كده بقول لي تباديل 7 للر على تباديل 7 لر ناقص 1. أنا عندي تباديل 7 للر، التباديل دي كانت عبارة عن مضروب السبعة مضروب النون على مضروب نون ناقص ر على مضروب السبعة ناقص ر. تمام. هقسمها على هنا مضروب السبعة تحت مضروب السبعة على مضروب 7 ناقص ر زائد 1، المفروض نون ناقص ر. فأنا عندي 7 ناقص ر، هوزع السالب هنا، فيبقى 7 ناقص ر زائد 1. 7 وواحد 8، اللي هي المفروض عبارة عن 8 ناقص ر. يبقى هي مضروب السبعة على مضروب السبعة ناقص ر في، هقلب ده هيبقى تحت مضروب السبعة وفوق مضروب 8 ناقص ر، بس هنزل التمانية ناقص ر وانقص منها واحد، يبقى هي 8 ناقص ر في مضروب السبعة ناقص ر. هنقص من التمانية واحد، يبقى هي 8 ناقص ر في مضروب السبعة ناقص ر. لحظة واحدة همسح الكلام ده وبعدين نكمل علشان تشوفوا كويس. هكتبها تاني. يبقى هي مضروب السبعة على مضروب الر، 7 ناقص ر ده اللي هو البسط، على مضروب السبعة على مضروب 7 ناقص ر زائد 1، اللي هي 8 ناقص ر. يبقى هي مضروب السبعة على مضروب 7 ناقص ر. هقلب القسمة الضرب واقلب الكسر، المفروض هنا مضروب 8 ناقص ر، بس هنزل 8 ناقص ر وانقص منها واحد، يبقى هي 8 ناقص ر في مضروب السبعة ناقص ر على مضروب السبعة. ده هيطير مع ده وده هيطير مع ده، هيديني 8 ناقص ر. تمام. بعد كده بقى بيقول لي إذا كانت صفر واحد واتنين وتلاتة متتابعة حسابية، جيم ميم دي مجموع أول ميم من الحدود فردية الرتبة، وجيم نون مجموع أول نون من الحدود زوجية الرتبة. أنا هقول لكم انتوا ازاي تقدروا ان انتوا تحلوا ده بسلاسة. انتوا هتجيبوا عندكم أول يعني ميم دي أول ميم من الحدود فردية الرتبة. فردية الرتبة يعني بتبتدي من الواحد، واحد تلاتة خمسة 7 وهكذا 9، وانا مش عارفة هو هيقف فين طبعا. يبقى دي المتتابعة بتاعت ميم، فانا هقوله دلوقتي ان انا عندي الالف بواحد، بدايتهم بواحد، والنون الدال قصدي اللي هو الاساس بتاع المتتابعة 3 ناقص 1 2. كل مرة طبعا في الحدود الفردية او في الاعداد الفردية بنزود 2. تمام. فيبقى عندي الالف بواحد والدال باتنين. فانا هنا اقدر استخدم القانون بتاع اللي هو مجموع الحدود اللي هو ج م، عبارة عن كان القانون الاساسي اهو يا جماعة، ج ن بيساوي ن على 2 في 2 الف زائد ن ناقص 1 في د. فانا هستخدم القانون ده بالالف والدال دول. تمام. هجيب ج م، وبعد كده برضو عندي هنا نون اول حدود، اول نون من الحدود زوجية الرتبة، فهستخدم برضو ج نون، بس هيبقى هنا الالف هنا دلوقتي هيبقى باتنين اربعة ستة تمانية، اللي هي 0 2 4 6 8. تمام، اللي هي الحدود الزوجية. وهنا عندي الالف بصفر والدال برضو باتنين. تمام. بعد كده هستخدم القانون ده اللي هو ده كده، اللي هو جيم النون على 2 في 2 ألف زائد نون ناقص 1 في د، بس طبعا هشيل النون واحط مكانها ميم وانا بستخدم ده، وهنا النون زي ما هي عادي. واختصر يعني اظبط معادلات او احل معادلات، هلاقي ان هي طلعت عادي خالص. عدد طرق جلوس 4 طلاب في 4 مقاعد في صف. لما يقول لي في صف يبقى انا على طول اعرف ان هو مضروب، او في دايرة لو في صف يبقى مضروب النون. تمام. مضروب النون اللي هي مضروب الأربعة.
فيبقى 4 في 3 في 2 في ايه في 1. بعد كده بيقول لي إذا كان د د س بيساوي أو د د س ل3 س تربيع زائد 5 س عند السين بواحد. هات لي المشتقة د د س دي، معناها المشتقة بتاعت الدالة دي، وبعد كده عوض عن السين بسالب واحد. أنا هاجي أجيب المشتقة هنزل الأس وأنقص منه واحد، فهنزل الاتنين، 2 في 3 ب6، يبقى 6 س زائد 5 س مشتقتها بإيه بس. عوض عن السين بسالب واحد، يبقى هي 6 في سالب واحد زائد 5. 6 في سالب واحد بسالب 6 زائد 5 هيديني سالب واحد. تمام لحد كده؟ تعالوا بعد كده بقول لي إذا كان الوسط الهندسي، همسح بس وننزل نشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول لي إذا كان الوسط الهندسي للعددين ألف وباء يساوي 4، تمام، والوسط الحسابي للعددين ألف واحد على ألف وواحد على باء بيساوي ربع، فإن ألف زائد باء. تمام. أنا عندي دلوقتي الوسط الهندسي للعددين دول هيساوي 4، معنى كده إن 4 تربيع هيساوي ألف في إيه في باء. كان عندكم مادام هي يعني هي كأنها ألف وأربعة وباء، تمام، متتابعة هندسية، فهقول له إيه 4 على ألف هيساوي باء على 4. تمام، 4 على ألف هيساوي باء على 4. هضرب طرفين في وسطين، يبقى الألف في باء هيساوي 4 في 4 بكام ب16. تمام. أو كان عندكم إن الوسط الحسابي تربيع، باء تربيع بيساوي ألف في جيم، ده لو هي ألف وباء وجيم ماشي، ألف وباء وجيم في متتابعة هندسية، يبقى الوسط ما بين العددين دول اللي هو باء، اللي هي تبقى باء تربيع هيساوي ألف في جيم. تمام. اهو يبقى انا استنتجت من اول واحدة ان هي وسط هندسي، ان ألف في باء هيساوي 16. تمام. بعد كده الوسط الحسابي اجمع العددين واقسمهم على 2 هيساوي ربع، يبقى 1 على ألف زائد 1 على باء، ده كله مقسوم على 2 هيساوي ربع. هضرب طرفين في وسطين، تمام، او ممكن اختصر على الاتنين، فالواحد على الاتنين فالاتنين. تمام. طيب، يبقى انا عندي دلوقتي 1 على ألف زائد 1 على باء هيساوي نص، هيساوي ايه نص لما اختصرت. طيب لو جيت توحد المقام، هتوحد المقام على ألف باء، فألف باء على ألف هيديني باء، باء في واحد بباء، زائد ألف باء على باء هيديني ألف، ألف في واحد بألف هيساوي نص. طيب حاليا الألف في باء أصلا أنا جايباها بكام؟ جايباها ب16. تمام، الألف في باء أنا جايباها ب16، فهيبقى فوق اللي هي باء زائد ألف على 16 هيساوي نص. يبقى الباء زائد ألف اللي هي هياها ألف زائد باء اللي هو طالبها هيساوي نص في 16، طرفين في وسطين هيديني كام؟ 8، اللي هي رقم باء. تمام. بيقولي من نقطة على سطح الأرض. تمام، أنا هفترض مثلا إن أنا عندي هنا ده سطح الأرض ودي نقطة اهي. تمام. خليني النقطة هنا شوية علشان نعرف نكمل مظبوط. هو بيقولي من نقطة على سطح الأرض رصد شخص قمة برج. أنا عندي مثلا برج ده هنا اهو، طبعا هو رسم عشان بإيدي فمش بيبقى مظبوط، أنا ممكن أرسم لكم بالبتاع بس بالخط المستقيم بس عشان ما نضيعش وقت. رصد شخص قمة برج من هنا، ده الأفق اللي هو الأرض، وهفضل هوصل من هنا لقمة البرج أهو، يبقى دي زاوية الارتفاع بتاعتي. تمام. فوجد أن قياس زاوية ارتفاعه 32، يبقى دي كده ب32 درجة. ثم سار مبتعدا الشخص مسافة 50 متر مبتعدا عن البرج، هيمشي مسافة 50 متر مبتعدا عن البرج، يعني هيمشي في الاتجاه ده 50 متر، هيقف وليكن هنا مثلا. فوجد أن قياس زاوية ارتفاع قمة البرج، هيلاقي أن قياس زاوية ارتفاع قمة البرج بعد ما يمشي ال50 متر دول، اهي اللي هي الزاوية دي كده، أصبح 27، أصبح 27 متر. تمام. فإن ارتفاع البرج هيبقى بقد إيه؟ ده كده هيبقى بقد إيه؟ أولا أنا عندي مثلا هسمي ده ألف، ودي باء، ودي جيم، ودي دال. أنا عندي دلوقتي ال- الزاوية دي والضلع ده. تمام. واقدر اجيب الزاوية دي منين؟ انا عندي دي زاوية خارجة، الزاوية الخارجة بتساوي مجموع الاتنين اللي جوه ما عدا اللي جنبها. طيب لو طرحت 32 هطرح منها ال27، تمام، هيبقى 12 ناقص 7 5، هتبقى ماشي 32 ناقص 27 هيديني كام؟ 5. تمام. وبعد كده هقوله ان انا عندي الضلع ده اهو 5 درجات. تمام. هقوله ان انا عندي الضلع على الزاوية يعني 50 متر. قانون الجيب، ألف شرط على جا ألف بيساوي باء شرط على جا باء بيساوي جيم شرط على جا جيم، ألف شرط على جا ألف بيساوي باء شرط على جا باء
بيساوي ج شرطة على ج ايه ج. طيب انا حاليا عندي أ شرطة بكام؟ أ شرطة في المثلث اللي هو أ ج د بقى، بس ده القانون الأصلي. تمام. في المثلث أ ج د أنا عندي زاوية أ ب5 وأ شرطة ب50، يبقى هي 50 على ج 5 هيساوي اللي هو أ ج على ج الزاوية اللي قصده اللي هي 27 على ج 27. فأقدر أجيب أ ج من هنا، أقدر أجيب إيه؟ أ ج من هنا، وغالبا تقريبا يعني هتطلع 260 وشوية، 260 مثلا وأربعة من إيه؟ من 10. خلاص أنا جبت ده طوله 260. طيب أنا عندي طبعا دي زاوية قايمة لأن ده ارتفاع برج، أكيد البرج مش هيقف ميل. تمام. طيب فأنا هقول له إيه؟ 260 على ج 90 هيساوي اللي هو ارتفاع البرج اللي هو أ ب أهو 260 وشوية على ج 90 هيساوي ارتفاع البرج اللي هو أ ب على ج 32. ومن هنا هجيب أ ب، وغالبا هتطلع تقريبا يعني هتطلع 138 متر. تمام، اللي هي رقم د. وقولي تكامل تكامل جتا 2 باي. تمام. انا عندي هنا يا جماعة دي ثابت مش زاوية، مش حساب مثلثات. طبعا الجتا، تكامل الجتا والجا والحاجات دي كلها على علمي فقط مش على ادبي. تمام. فانا عندي جتا 2 باي بكام؟ جتا ال 260. تمام. انا عندي اصلا جتا ال 260 هتلاقوها بواحد، جتا ال 260 هتلاقوها بايه؟ بواحد. فكأني بكامل الدال س بس، كأني بكامل الدال ايه؟ س، لان جتا ال 200 اللي هي 360 بواحد، واحد في دال س بدال س، فكأني بكامل الدال س بس. تمام. طيب انا دلوقتي لما كامل الدال س هيديني ايه؟ قال لي هيديني س زائد الثابت، لان انا بكامل الواحد، تكامل الواحد بس، وبعد كده هنزود ايه؟ الثابت. تمام. تعالوا نشوف هنا بيقول لي اذا كانت السؤال رقم 11، اذا كانت ص بتساوي ع تربيع زائد ع زائد واحد الكل اس 3 وع بتساوي س اس 5 ناقص 3. عايز د ص د س. يا جماعة أنا عندي د ص د س دي عبارة عن، دي قاعدة السلسلة، مشتقة قاعدة السلسلة. د ص الصاد دالة في عين، يبقى أنا هقول له د ص د عين في د عين د ايه س. تمام. دي هتروح مع دي هيديني د ص د ايه س. تمام. يبقى أنا مطلوب مني أجيب مشتقتين، اللي هي مشتقة الصاد بالنسبة للعين، وأجيب كمان مشتقة العين بالنسبة لإيه؟ للسين. تمام. مشتقة الصاد بالنسبة للعين هنزل أس، دي دالة أسية، هنزل أس وأنقص منه واحد في مشتقة ما بداخل القوس، يبقى هي عين زائد واحد أس 2 في مشتقة ما بداخل القوس اللي هي مشتقة العين. مشتقة العين بالنسبة لنفسها هتديني كام؟ واحد. طيب ده العين ده لسين، هشتق الدالة عين بالنسبة لسين، هيبقى هنزل الأس وأنقص منه واحد، ومشتقة التلاتة بصفر، مشتقة الثابت بصفر. تمام. يبقى أنا عندي دلوقتي د صاد د س عبارة عن 3 عين زائد واحد الكل أس 2 في 5 س أس ايه 4. طب هو بيقول لي هاتها لي عندما السين بواحد، هات لي قيمتها عندما السين بواحد. لما السين تكون بواحد يا جماعة العين هتبقى بكام؟ دي كانت س أس 5 ناقص 3. تمام. العين هتبقى بكام؟ دلوقتي انا عندي السين بواحد، هيبقى واحد اس 5 بواحد ناقص 3 هتبقى بكام؟ بسالب 2. يبقى انا هعوض عن السين بواحد والعين بسالب ايه؟ 2. السين بواحد طبعا، واحد في اي حاجة بواحد، والسين بسالب 2. سالب 2 زائد واحد يا جماعة، سالب 2 زائد واحد بسالب واحد، أس 2 هيديني واحد، يبقى دي كأنها 3 في واحد في 5 في واحد كمان. تمام. 3 في 5 طبعا هيديني كام؟ 15 اللي هي رقم ألف. هنا بيقول لي جذر، إذا كانت د س بتساوي جذر س ناقص 2. ماشي. فأنا معدل التغير للدالة بالنسبة لس عندما السين بكام؟ بتلاتة. يا جماعة حاليا أنا عارفة قانون معدل التغير اللي هو نهاية المتوسط لما الهي تقول له الصفر، بس أكيد أنا مش هقعد أستخدم قانون المتوسط اللي هو فرق الصادات على فرق السينات، واللي هو التغير في الصادات على التغير في السينات عموما. امال هعمل ايه؟ معدل التغير ده معناه المشتقة الاولى، معدل التغير معناه المشتقة، يعني انتوا هتشتقوا الدالة دي وبعد كده تعوضوا عن السين بتلاتة. فمشتقة الدالة الجذرية يا جماعة مشتقتها مشتقة ما تحت الجذر. انا عندي مشتقة ما تحت الجذر اللي هي السين بواحد، والثابت كده كده بصفر، على 2 في الجذر نفسه، على 2 في ايه؟ في الجذر. تمام. فهاجي بقى اعوض هنا عن السين بكام؟ بتلاتة. هيبقى واحد على 2 في جذر 3 ناقص 2، دي بواحد، واحد على 2 هيديني ايه؟ نص. تمام. مجموع عدد غير منتهي من المتتابعة دي. تمام. ج ما لا نهاية، هو عايز ج ما لا نهاية دلوقتي.
ج ما لا نهاية هتساوي أ على 1 ناقص ر. ج ما لا نهاية هتساوي أ على 1 ناقص إيه ر. تمام. طيب الألف بكام والر بكام؟ تمام. أنا عندي دلوقتي الألف ده اللي هو الحد الأول، الألف ده اللي هو الحد إيه الأول. الحد الأول هيبقى بكام؟ النون هنا بواحد، 3 - 1 2، فالحد الأول هيبقى 3 أس 2 هيديني كام؟ 9. طب الحد التاني، تمام، دي هندسية مش حسابية. الحد التاني دي هعوض عنها ب2 هيديني كام؟ 3. وأنا عندي الره اللي هو أساس المتتابعة الحد الكبير على الحد اللي قبله مباشرة، فهتبقى كام؟ 3/9 اللي هي بتلت. تمام. وعندي الألف كده كده ب9، فهتبقى كأنها الألف ب9 على 1 ناقص تلت. يبقى هي 9 على 1 - تلت هيديني كام؟ تلتين. يبقى هي 9 في 3/2. تمام. هيبقى 9 في 3 ب27، يبقى هي 27 على الكام؟ على الاتنين. تمام. بعد كده بيقول لي عدد حلول تباديل نون للاتنين هيساوي 2. انا عندي تباديل نون للاتنين دي المفروض ان هي مضروب النون، تمام، على مضروب نون -2 هيساوي 2. طيب مضروب النون ده هنزل النون وهنزل نون -1، فهيتبقى لي نون في نون -1 في مضروب نون -2. كل مرة بنزل وانقص منها 1 على مضروب نون -2. هتنزل النون يبقى تنقص منها 1 تبقى نون -1. بس انا مش عايزة مضروب نون -1 ده، انا عايزة اوصلها للي تحت، فهنزل كمان نون-1 هيديني مضروب نون-2. ده كله هيساوي 2. تمام. ده هيروح مع ده، فهيبقى نون في نون -1 هيساوي 2. نون في نون -1 هيساوي 2. طيب حاصل ضرب عددين هيساوي 2، فأكيد عددين صحيحين يا جماعة، يبقى أكيد 2 في إيه؟ في 1 ب2. يبقى أكيد النون هنا بكام؟ ب2. حد ممكن يعملها تحليل يوزع النون وبعد كده يدخل الاتنين بعكس الإشارة ويحلل، طبعا صح مش غلط. هيبقى نون تربيع ناقص نون ناقص 2 وتعمل 2 في 1، وهيديني كمان إن النون هتبقى بسالب 1. تمام. النون هتبقى بسالب 1، بس السالب 1 مرفوض. لو أنا جيت حللتها يبقى نون تربيع أهو. هوزع النون، نون في نون بنون تربيع ناقص نون في 1 بنون ناقص 2 هيساوي 0. هاجي أحلل أهو، هيبقى نون ونون، 2 في 1. الكبير هياخد إشارة الأوسط، يبقى دي سالب ودي موجب. هيبقى مرة النون ب2 ومرة النون بسالب 1. طبعا سالب 1 مش هتنفع، لأن أنا ما ينفعش عندي تباديل لعدد. النون هنا لازم تبقى أكبر من أو بتساوي الواحد. تمام. النون أكبر من الواحد، فهي طبعا ما ينفعش تبقى عدد ايه سالب، يبقى النون هتطلع بكام؟ ب2. طب هو عايز ايه؟ هو عايز عدد الحلول، مش عايز قيمة الحل. هو مش عايز قيمة الحل، هو عايز عدد الحلول، يبقى هي بكام؟ ب1. تمام. بعد كده تعالى نشوف كده السؤال رقم 15. بيقول الحد التالي في المتتابعة 8 و6 و9 على 2 و27 على 8. طبعا الحد التالي هو الحد الخامس. أنا عندي ده الأول التاني التالت الرابع، هو عايز الحد الخامس. طب أنا أعرف المتتابعة منين؟ هو قايل إن هي متتابعة هندسية، فعشان أجيب الحد الخامس، الحد الخامس عبارة عن أ ر أس 4. الألف ده مبدئيا كده اللي هي بكام؟ ب8. يبقى هي 8 في الر بكام؟ الر الحد التاني على الحد اللي قبله مباشرة، أو الحد الكبير على الحد السابق له مباشرة. يبقى الر هنا ب6/8، لما تختصروا على الاتنين هيديكوا 3 على كام؟ على 4. يبقى هي 8 في 3/4، الكل أس كام؟ الكل أس 4. هيديني المفروض إن هي 81/32. بعد ما نختصر هيديني إن هي 81/32. تمام. بعد كده بقول لي إذا كانت د س بتساوي س تربيع زائد 2 عندما الس أكبر من أو يساوي الواحد، والس تربيع ناقص 2 بتساوي عندما يعني الد س هتساوي س تربيع ناقص 2 لما الس تكون أقل من الواحد. المشتقة للدالة دي لما الس من ناحية الواحد الموجب، من ناحية الواحد الموجب. هو محدد لي من أنهي اتجاه بالظبط يا جماعة، لكن لو كان جه قال لي المشتقة من ناحية الواحد وبس كده، كان لازم أبحث الاتصال، ولازم أبحث هل الدالة دي قابلة متصلة ولا لأ، وموجودة ولا لأ، أو معرفة ولا لأ. تمام. طيب دلوقتي حاليا أنا عندي المشتقة من ناحية الواحد الموجب. هجيب المشتقة اللي هي عند الواحد أكبر من عند الواحد أكبر من أو يساوي عند السين أكبر من أو يساوي الواحد، فهجيب المشتقة هنا. لكن لو كانت د الواحد هتبقى غير موجودة. ليه؟ لأن الدالة دي غير متصلة عند السين ب1. يعني إيه متصلة أصلا؟ يعني د الواحد من ناحية اليمين
ما بتساويش د للواحد من ناحية اليسار، ما بتساويش د للواحد. يعني لازم التلاتة دول يكونوا بيساووا بعض. الدالة عن لما تكون من ناحية اليمين اللي هو هنا عوض عن السين بواحد، هتطلع دي بتلاتة. لو عوضت هنا عن السين واحد هتطلع دي بسالب واحد. فالتلاتة مش هتساوي السالب واحد، يبقى الدالة دي غير متصلة. لكن هو هنا قايل لي من ناحية الواحد الموجب، يبقى أنا هشتق دي كده من ناحية الواحد الموجب، هشتق دي يبقى هي باتنين س. عوض عن السين بواحد، يبقى اتنين في واحد بكام؟ باتنين. اتنين في واحد باتنين. تمام. عدد حدود المتتابعة الحسابية التي حدها الأول الهندسية التي حدها الأول كذا وحدها الأخير كذا، ومجموع الحدود. مجموع الحدود اللي هي ج ن هيساوي 364. هو أنا أعرف الحد الأخير ده كام؟ لا طبعا. ده هو حتى بيقول لي هات لي عدد حدود المتتابعة، يعني هات لي آخر حد ده بكام. هو مديني الحد الأول هنا. تمام. هو مديني الحد الأول هنا ب 243 اللي هي الألف، 243. ومديني اللام اللي هي الحد الأخير بواحد، ومديني الجيم نون. هو عايز النون دي هتبقى بكام؟ تمام. أنا عندي جيم نون يا جماعة، القانون بيقول إن جيم نون هتساوي ألف ناقص لام ر على واحد ناقص الر. تمام. ألف ناقص لام ر على واحد ناقص ر. أو هي ليها قانونين طبعا، لو انا عندي الحد الاول والحد الاخير، او لو انا عندي الحد الاول واللام. تمام. او والره قصدي. او هقول ان هي عبارة عن، المفروض ان هي عبارة عن الف في واحد ناقص ر أس ن على واحد ناقص ر. طب أنا أجيب إيه؟ أنا المفروض دلوقتي محتاجة الر في الحالتين. أنا المفروض دلوقتي محتاجة الر في الحالتين. أنا هجيب من القانون الأولاني ده، هو نفس القانون طبعا، بس ده في حالة إن عندي الألف واللام والر، لكن التاني في حالة إن أنا عندي الألف والر بس. تمام. وعشان أجيب النون كمان وعدد الحدود. طيب هنا أنا عندي الألف واللام وعندي الجيم نون، فأقدر أجيب من القانون الأولاني ده الر. تمام. هقدر أجيب من القانون الأولاني ده إيه؟ الر. فأقول له جيم نون اللي هي عبارة عن 364 هيساوي الألف اللي هو عبارة عن 243 ناقص اللام اللي هي عبارة عن الواحد في الر اللي هي ناقص ر على واحد ناقص ر. هضرب طرفين في وسطين، يبقى 364 ناقص 364 ر هيساوي 243 ناقص ر. لما احلها مع بعضها. تمام. هلاقي ان الر هتطلع عندي بتلت. هلاقي ان الر هتطلع عندي بكام؟ بتلت. يبقى انا كده جبت قيمة الر بتلت. اعوض هنا في القانون ده عن الجيم نون ب 364 والالف ب 243. تمام. في واحد ناقص الر اللي هي التلت أس نون. أنا مش عندي النون، مش عندي عدد الحدود. على واحد ناقص تلت. هشوف واحد ناقص تلت دي هتديني كام، وهضربها في 364. تمام. هتبقى عبارة عن لما اضربها المفروض ان هي واحد ناقص تلت بتلتين، فهضرب التلتين في 364 هيديني 243 في واحد ناقص تلت نون. هقدر اجيب بقى النون من هنا اهو. هكتب لكم بس اللي هيطلع 364 في تلتين هيساوي 243 في واحد ناقص تلت أس نون. هجيب تلت أس نون دي هتطلع بكام؟ هقسم طبعا هنا وهنا على 243 هيديني واحد ناقص تلت أس نون. بعد كده اودي الواحد بعكس الإشارة واجيب النون هتطلع بكام. هلاقي ان النون هتطلع عدد حدودها كام؟ 6. حلوها طبعا حل معادلات، مش اكتر من كده. حلوها وشوفوا هتقدروا توصلوا لايه. تمام. بعد كده بيقول لي ايه؟ جا 75 جاتا 15 جاتا 75 جا 15. تمام. انا بقول له ان انا عندي جا. ده المفروض ان هو قانون الجا. ده قانون ايه؟ الجا. فانا عندي ده دلوقتي قانون الف جا الف زائد ب. الالف ب75 والب بكام؟ ب15. ونفس الاشاره، ما دام الجا يبقى هي نفس الاشاره. يبقى هي جا 75 زائد 15 هيديني كام؟ 90. جت 90 بكام؟ بواحد. تمام. بقول المماس للمنحنى ده اهو عند السين بصفر. هاتلي المماس اللي هو هجيب له المشتقة. المماس هو بيقول لي عند السين بصفر. لما اجي اجيب المشتقة يا جماعة هيبقى الصاد هيساوي تلت سين. الصاد هيساوي ايه؟ تلت سين اهو. سوري، سين أس تلت. سين أس الأس اللي جوه على الأس اللي بره. هاجي اشتقها يبقى ده الصاد ده سين هتساوي عبارة عن تلت سين ناقص واحد. تمام. فهيديني سالب اتنين على كام؟ على تلاتة. تمام لحد كده.
بعد كده أنا هاجي أقول له إن هي عبارة عن 1 وهانزّل الأس ده تحت هيبقى الجذر التكعيبي لس أس 2. طيب لمّا آخُد الس بكام؟ هاعوّض عن الس بصفر، هو بيقول لي عند الس بصفر، هاعوّض عن الس بصفر عشان أجيب ميل المماس ده بكام، تمام؟ هاقول له إن أنا عندي ده هيبقى بصفر، فصفر في أي حاجة هيدّيني صفر، فهي تبقى 1/0، 1/0 دي يعني غير مُعرّفة، غير مُعرّفة. إيه المحور اللي هنا غير مُعرّف اللي هو محور إيه؟ الصادات، الميل بتاعه غير مُعرّف هو محور إيه؟ الصادات، الميل غير مُعرّف يبقى محور الصادات، لو بيساوي صفر يبقى محور السينات، تمام؟ لو طلّعت الميل بيساوي صفر يبقى هو محور إيه؟ السينات. بعد كده نشوف بيقول لي إيه، بيقول لي إن أنا عندي 1 زائد ظ تربيع في 1 ناقص ج تربيع هيساوي في ج س جتا س سوري يا جماعة، في ج س جتا س هيساوي كام، تمام؟ تعالوا كده نشوف، أنا عندي 1 زائد ظ تربيع دي يا جماعة قانون من حساب المثلثات، 1 زائد ظ تربيع بيساوي ق تربيع، في 1 ناقص ج تربيع، أنا عندي ج تربيع زائد جتا تربيع ب1 يبقى 1 ناقص ج تربيع اللي هي بجتا تربيع. في ج س، تمام، جتا س، تمام. طب ما الجتا مقلوبها ايه؟ الجتا مقلوبها ق، صح؟ مش القا مقلوب الجتا، فالجتا مقلوبها ق، فلما اعملهم حاليا اضربهم في بعض حاصل ضربهم ق تربيع في جتا تربيع هيديني 1، يبقى هي ج س جتا س. كان عندي قانون بيقول لي ان ج 2 س عبارة عن 2 ج س جتا س. طيب ج2 س عبارة عن 2 ج س جتا س، طب ج س جتا س هتبقى عبارة عن ايه؟ هتبقى عبارة عن نص ج2 س هيساوي ج س جتا س، يبقى هي نص ج2 س. بعد كده بيقول لي متتابعة، إذا كان أ1 وأ2 وأ3 تمثل متتابعة حسابية أساسها د، تمام، هتمثل متتابعة حسابية أساسها د، وهنا ب1 وب2 وب3 متتابعة حسابية أساسها د2. هو عايز لما يجمع المتتابعتين دول هيبقى هي جمع الأساسات، مش عارفة الكلام ده، هي جمع الأساسات، يبقى هي د1 زائد د 2، تمام. تعالوا بعد كده نشوف السؤال اللي بعد كده بيقول ايه، بيقول لي إذا كانت س تنتمي، همسح بس. بعد كده بيقول لي إذا كانت س تنتمي للفترة من صفر لحد باي س ناقص زتا 55 على 1 زائد زتا 55 هيساوي 1. أنا حاليا عندي هتبقى س ناقص 1 على 55، تمام، الزتا مقلوب على 1 زائد س 55 في 1 على 55، تمام، لأن الزتا مقلوب هيساوي 1. هضرب فوق وتحت يا جماعة في 55 عشان أتخلص من المقام فوق والمقام تحت، تمام. فهيبقى 55 في س اهو س 55 ناقص 1 على، هنا لما اضرب في 55 1 في 55 55، تمام، زائد 55 في 1 على 55 لما اضربها دي هتطير هيتبقى لي ايه س هيساوي 1. انا لو اخدت السالب من فوق عامل مشترك وضربته في الواحد من هنا، تمام، فهيبقى ده سالب ايه 1، وخدت السالب عامل مشترك يبقى هي 1 ناقص س 55 على س زائد 55. هقلبها يا جماعة هيها مقلوبها برضو هيديني -1، يبقى س زائد 55 على 1 ناقص س 55 عشان بس اظبط لكم شكل القانون وتبقوا واخدين بالكم انا بتكلم في ايه. طب ما انا عندي أ زائد باء كان عبارة عن أ زائد باء على 1 ناقص باء، صح؟ أ زائد باء كان عبارة عن أ زائد باء على 1 ناقص باء، تمام لحد كده. طيب بعد كده أنا هلاقي هنا هو نفس القانون بس بدل الألف والباء س و55، يبقى دي كانت عبارة عن س زائد 55 هيساوي -1. اللي بسالب 1 من أول الصفر لحد الباي أو في الربع الأول والتاني يا جماعة، هي المفروض ال135، فيبقى س زائد 55 هيساوي 135، تمام. طيب السين دي بكام؟ انا عندي كمان الظا صليبة بس في الربع التاني، هو قايل لي من الربع الاول والربع التاني فعشان كده اخترت الربع التاني اللي هي 135. طيب هودي ال55 بعكس الاشارة يبقى السين هتساوي كام؟ 80. ايه اللي فيهم هنا بيساوي 80؟ 4 في 180 على 9 هيديني 80، تمام. هنا بيقول لي اذا كانت دالة زوجية وقابلة للاشتقاق على ح، دي دالة زوجية ولنفترض ابسط مثال اللي هي الدالة التربيعية،
تمام. مشتقة الاتنين من ناحية الموجب هيديني 3، فإن مشتقة الاتنين من ناحية السالب هيديني إيه؟ تمام. فإن مشتقة سوري فإن مشتقة السالب 2 مشتقة الاتنين هيديني 3، فإن مشتقة السالب 2 هيديني سالب 3، هيديني سالب إيه؟ 3 هي تمام. طيب لأن الدالة الزوجية اللي بتطبق على الدالة هيتطبق على المشتقة بتاعتها. تمام. بيقول لي إذا كان ألف وباء وجيم في تتابع حسابي، ما دام دول في تتابع حسابي يبقى أنا عندي الباء هنا وسط، في تتابع هندسي يبقى أنا عندي الباء هنا وسط هندسي. أساس المتتابعة ر، فإن جميع العبارات الآتية صحيحة ما عدا واحدة فيهم بس. أنا عندي الر اللي هو الأساس بيبقى الحد الكبير على الحد السابق له مباشرة، يبقى دي واحد، أو ممكن ج على ب يبقى دي صح. تمام. طيب أنا عندي الر هتساوي ب تربيع، الب تربيع ده اللي هو الوسط الحسابي، مش الب تربيع هتساوي ألف في ج، لأن الب دي وسط وسط هندسي قصدي. فألف في ج على ألف في ج هيديني واحد. هل أنا أعرف قيمة الر بكام؟ لأ طبعا معرفش قيمة الر بكام، يبقى دي غلط. ودي لما تختصروها وتبسطوها هتلاقوا ان هي برضو هتطلع بايه؟ بواحد. تمام. هتشيلوا الب وتحطوا مكانها جذر الف الف جيم، وتشيلوا الب وتحطوا مكانها جذر الف جيم، وهتضربوا في المرافق وهتخلصوا شوية حاجات، هتلاقوا في الاخر ان هي تطلع ب على الف. طب ما ب على الف ده اللي هو الاساس فعلا بتاع المتتابعة، اللي هو الحد الكبير على الحد اللي قبله مباشرة. تمام. انا بقول لي تكامل ج تربيع س د بالنسبه لس زائد تكامل ج تربيع س د س، عايز يديني التكامل هيديني ايه؟ قلت له انا بوزع التكامل عادي على الجمع والضرب على الجمع والطرح. تمام. فهتبقى انا هاخد التكامل كأنه عامل مشترك، او هرجع الدالة لأساسها قبل ما يتوزع. تمام. بالنسبة لسين، فأنا لما أخدها هتبقى جا تربيع زائد جاتا تربيع بالنسبة لسين، تكامل جا تربيع زائد جاتا تربيع بالنسبة لإيه؟ لسين. طب ما جا تربيع زائد جاتا تربيع بواحد، يبقى هو كأنه بيكامل الواحد بالنسبة لإيه؟ لسين. تكامل الواحد بالنسبة لسين هيديني سين زائد إيه؟ الثابت، يبقى هي بإيه؟ بسين. تمام. يبقى هي بسين. بعد كده بيقولي مجموع السبعة، ثواني، مجموع السبع حدود الأولى في المتتابعة 3 و7 و11 و15، عايز دول. تمام. هنشوف هنا، احنا يعتبر خلاص قربنا نخلص الامتحان. الاختبار سهل جدا يا جماعة، والنموذج سهل جدا والله. هي كل الفكرة ان انتوا تكونوا مجمعين القوانين والحاجات دي. مجموعة السبع حدود الأولى في المتتابعة دي. تمام. أنا عندي المتتابعة دي متتابعة إيه؟ لو جيتوا تبصوا هتلاقوها كل مرة بتزيد بمقدار 4، فيبقى المتتابعة دي متتابعة حسابية. أساسها اللي هو الدال ب4، كل مرة بتزيد 4، 7 ناقص 3 أو 11 ناقص 7 أو 15 ناقص 7. تمام. الدال ب4. تمام. طيب أنا عايزة أكون المتتابعة. أنا كان عندي المتتابعة الحسابية الحد العام بتاعها عبارة عن ألف زائد ن ناقص واحد في د، ده الحد العام بتاع المتتابعة الحسابية. الألف دلوقتي بكام؟ الألف دلوقتي ب3، بس كنت علشان أحطها في المتسلسلة كنت بشيل النون وأحط مكانها ر بس. تمام. زائد الر ناقص واحد مضروبة في الدال، الدال بكام؟ الدال ب4، يبقى هي 3 زائد 4 مضروبة في ر ناقص واحد. لو وزعت الأربعة يبقى 3 زائد 4 ر ناقص 4، 3 ناقص 4 بسالب واحد، يبقى هي 4 ر ناقص ايه؟ واحد، يبقى هي 4 ر ناقص واحد. طب هو بيقول لي مجموع كام حد؟ 7 حدود، من أول الر بواحد لحد الر بكام؟ ب7، 7 حدود. هجمع 7 ايه؟ حدود. تمام. هجمع 7 حدود، يبقى هي من أول الواحد لحد السبعة للمتتابعة اللي هي 4 ر ناقص واحد. بقول لي أول حد سالب، أول حد سالب دي يا جماعة اللي هي ح ن أقل من الصفر. ح ن اللي هي ألف زائد واحد، برضو هنا كل مرة بيقل بمقدار 3، يعني الدال بسالب 3، بيقل بمقدار 3، يعني الدال بسالب 3 والألف بستة وإيه؟ و90. فهقول له ألف زائد ن ناقص واحد في د، المفروض إن هو أقل من الصفر. الألف اللي هي بكام؟ الألف اللي هي ب96 زائد الدال هنا بكام؟ الدال بسالب 3، فالموجب ده هيبقى بإيه؟ بسالب 3 في ن ناقص واحد أقل من الصفر، يبقى 96 ناقص 3 ن ناقص زائد بقى سالب في سالب بموجب 3 أقل من الصفر. 96 وتلاتة هيديني كام؟ 99، فيبقى سالب 3 ن زائد 99 أقل من الصفر. هودي ده بعكس الإشارة، يبقى سالب 3 ن أقل من سالب 99. هقسم على السالب 3 يبقى النون أكبر من 33، مادام قسمت على السالب يبقى التباين بيتغير من أصغر لإيه؟ لأكبر. تمام. يبقى النون دلوقتي أكبر من ال33. إيه الحد اللي أكبر من ال33؟ طبعا هو الحد الأربعة وإيه؟ و30. تمام. بعد كده بيقول لي متتابعة حسابية
متتابعة هندسية مجموع عدد لا نهائي من حدودها ابتداءً من الحد الأول بيساوي 108، يعني ج ما لا نهاية هتساوي 100 و8. ج ما لا نهاية دي كانت عبارة عن أ على 1 ناقص ر هيساوي 108. حدها الأول اللي هي ح1 يزيد عن حدها التاني ناقص ح2 بمقدار 12. الحد الأول اللي هو الألف، الحد التاني اللي هو ر، تمام، لأن دي متتابعة هندسية، هيساوي 12. فهاخد الألف عامل مشترك، يبقى أنا عندي لما اخد عامل مشترك 1 ناقص ر هيساوي 12، تمام. يبقى الألف هيساوي 12 على 1 ناقص ر، أو 1 ناقص ر هتساوي 12 على ألف، تمام. 12 على ايه؟ على ألف، 12 على ألف. فكأنها ألف تربيع على 12 هيديني 108. ألف تربيع على 12 هيديني 108. لما أضرب يبقى الألف تربيع هيساوي 12 في 108، وهاخد الجذر، تمام. وبعد كده هكون أنا جبت دلوقتي الألف، وبعد كده أقدر أجيب تمام. بعد ما اجيب الالف هكون جبت الالف يا جماعة هتطلع معايا بموجب او سالب 36. الالف هتطلع معايا بموجب او سالب 36. بس طبعا انا ما عنديش الحد، مش اول حد مش هيبقى بالسالب، تمام، ماشي، لان مجموع عدد لا نهائي من الحدود لازم يكون اعداد موجب. فانا دلوقتي عندي الالف هتطلع بستة و30. الالف دلوقتي ب36 هتاخد 36، وبعد كده تقدر تجيب الر من هنا، تمام. بتقوله ان هي 36 في 1 ناقص ر هيساوي 12. طيب هتقسم على 36 هيديك تلت، يبقى 1 ناقص ر هيساوي تلت. 12 على 36 فيها التلت. هتودي ده بعكس الإشارة، تلت ناقص 1 بسالب تلتين، يبقى الر بتلتين. هتضرب في تلتين هيديك 24، وبعد كده 16، وهكذا إلى ما لا نهاية، تمام. وبكده نكون خلصنا النموذج الأول في البحث، تمام. طبعا انتوا علمي، فأكيد هنزل لكم النموذج الأول في التطبيقية كمان. انتظرونا الفيديو الجاي ان شاء الله. الفيديو الجاي نحل النموذج التاني واحدة واحدة مع بعض. الرياضة حل يا جماعة، الرياضة حل، هتحل كتير وهتستخدم قوانين وهتأكد على القوانين مرة واتنين وتلاتة، تلاقي نفسك بتحل الامتحان بكل سلاسة وسهولة، ومفيش حاجة صعبة معاك لو انت فاهم الأفكار. وطبعا فهم الأفكار بيجي واحدة واحدة، مش بنيجي كده على طول. انت لو مش عارف حاجة في المنهج، مع الحل والتركيز كده مرة واتنين وتلاتة، وتستخدم القانون ده امتى وتستخدم القانون ده امتى، هتلاقي الدنيا بسيطة وسهلة جدا، وهتقدر تحل كويس بكل سهولة، تمام. كده نكون خلصنا الفيديو النهاردة ان شاء الله. استنونا في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.